السلام عليكم. لأول مرة في مخيم الحسينية افتتاح محل لمسة فلسطينية. إذا حابين تعرفوا شو فيه المحل تابعوا المقطع. من لمسة فلسطينية طلينا نحيي تراث الأهل بأراضينا، في مخيم الحسينية تتلاقينا، والعز بيك كبر مع أجيال الجود. شوف المطرز ما أحلى ألوانه، يحكي حكاية الشعب بأوطانه، والكوفية تعز الرجل وعنوانه، نلبسها بفخر ونوفي بالعهود، وسلال القش بتحمل حنايانا، صنع الإيدين اللي ربت آبانا، بلمسة فلسطينية ملقانا، نفرح بتراث. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. تحكي لنا شوي عن المحل؟ أكيد في عنا شيء بيمثل فلسطين، التراث الفلسطيني اللي هو عبارة عن الزي الفلسطيني. في عنا كمان السلل الفلسطينية للحنة العروس تعتبر، والمصبات. في عنا شيء اللي بيرقصوا فيه العرايس، المحارم، مناديل العرايس. تقريبا كافة تجهيزات الحنة العروس عنا. آية الرزق إن شاء الله. بكارة. احنا اليوم موجودين بمناسبة لها علاقة بالتراث الفلسطيني، مناسبة في صميم وعمق الأحاسيس واللمسات الفلسطينية الراقية لها علاقة بالتراث الفلسطيني اللي بيذكرنا بفلسطين، بيذكرنا بوطننا. محل اسمه لمسة فلسطين، هو يبرز الحالة التراثية للشعب الفلسطيني، ويتخصص طبعا باللباس في الملامح العظمى لهذا التراث، وبالتالي يعتبر هو جزء من حالات التنمية والتذكرة بالتراث الفلسطيني، اللي كل المؤامرات اللي عم تحاك ضد الشعب الفلسطيني من خلال طمس الثقافة الوطنية الفلسطينية، وطبعا على رأسها هو التراث الفلسطيني، والزي الفلسطيني جزء من هذا التراث. احنا بنحيي هاي الخطوة وبنشكر القائمين عليها ونتمنى لهم التوفيق، وبعتبر انه هذا الموضوع هو جزء من التنمية اللي نحن كلجنة نعتبر انه مسارنا، ونشكر القائمين عليها، وكل الشكر لكم كاعلاميين. بارك الله فيكم.